تحب تشتغل في مكتب ولا تحب تشتغل في فندق 5 نجوم على شاطئ او في مؤتمر دولي كل مره في بلد مختلف؟ لو اجابتك هي الاجابه الثانيه ده معناه ان اداره الضيافه هو مجالك، الهوسبيتاليتي مانجمنت. التخصص ده مش بس عن الشياكة والاستقبال، هو عبارة عن إدارة مؤسسات كاملة، من فنادق لمنتجعات لمطاعم لشركات سياحة وطيران. وهتدرس التسويق السياحي، تشغيل وتخطيط الفنادق وحتى إدارة الأزمات. والجميل إن الجامعات في ماليزيا مش بتعلمك من الكتب، هتدخل مطابخ وفنادق تدريبية وتشتغل على مشاريع حقيقية، وهتاخد تدريب في أماكن فعلا بتشتغل في المجال ده. يعني لما تتخرج هتكون جاهز إنك تنزل الشغل، مش تتعلم من أول وجديد. طب إيه اللي هيحصل بعد ما تتخرج؟ قدامك فرص تشتغل في الفنادق، شركات الطيران، في الرحلات البحرية، المنتجعات والمطاعم العالمية، أو حتى إنك تبدأ شركتك في مجال السياحة أو تنظيم الفعاليات أو الإيفنتس. ولو بتحب تتعامل مع الناس وعندك ذوق عالي وكاريزما كده، تعرف تدير التفاصيل، فإدارة الضيافة ممكن تكون فرصة لحياة مهنية ممتعة تلف بيها العالم. وكالعادة ابدأ رحلتك مع بايونير وكلمنا على الرقم ده عشان نساعدك من أول التقديم لحد التخرج. استنونا الفيديوهات الجاية. سلام.